السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، يشرفني السيد عمر بومليس أن ألقي كلمة الترحيب باسمه وباسم مجموعة ملتقى أبناء أيت بعمران. سررنا جدا بانضمامك لعائلتنا المتواضعة التي تضم كل بعمران حر غيور على قبيلته، ونرحب بك كأخ مناضل بيننا. نتمنى أن يمر اللقاء على أتم ما يرام، وأن تروق الأسئلة التي سيقوم الإخوة بطرحها، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا. أنا الحمد لله أعتبر نفسي بين إخوتي وأخواتي، وأنا إن شاء الله مستعد باش نجاوب على الأسئلة اللي غتطرح إن شاء الله الرحمن الرحيم على قدر الوقت وعلى قدر المستطاع، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع وشكرا. السلام عليكم، سي عمر بومريس، تحية لك وشكرا لك على قبولك الدعوة. معك التلميذ السابق بالثانوية التأهيلية مولاي عبد الله عربي بوعدي. أستاذي العزيز، أشكرك على تربية الدعوة. جماعتنا الصدفة اليوم بأننا نلتقي بعد مدة في ملتقى أبناء بعمران. سي عمر، السؤال ديالي على الشكل التالي: مرض الحزب العدالة والتنمية من أحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة سيدي إفني، خصوصا مطالبة بعض الشباب بالجنسية الإسبانية. هل يمكن اعتبار هذه المطالبة بانحراف الشباب بعد المشاكل والمعاناة التي طالتها المدينة؟ ما رد الحزب العدالة والتنمية حول هذه الأحداث الأخيرة؟ شكرا لك السي عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. سي العربي، كنشكرك على هذا السؤال. سولتوني على الموقف ديال الحزب. أنا الحق ما عنديش صفة رسمية باش نتكلم باسم الحزب، ولكن حيت الحزب عنده كاين الهيئات المسؤولة على القرار الرسمي، ولكن اللي بغيت نقول لك هو الذي وقع هو مؤلم ومؤسف جدا أن يقع هذا الأمر، لأنه كيف ما بغات تكون هذه المشاكل، كيف ما بغات تكون هذه الأوضاع، مثلا حنا نقد نقولوا مثلا غير مثلا الوضع مثلا التنموي في المنطقة والظروف الصعبة للناس إلى آخره، ولكن ما نوصلوش لهذا المستوى أننا نستقوي بدولة أجنبية وأن نخلط الأمور بين مطالبة الحكومة الإسبانية بتسوية وضعية أبناء الذين كانوا عملوا في صفوفها أبان الحملات مرحلة الاستعمار، وكذلك الخلط بين الرفع الراية ديالها والدفاع والتدخل للدفاع عن حقوق أبناء المنطقة. وبالتالي فأنا هذا فيه اللعب بالنار ومؤسف جدا نصل هذا المستوى. الناس كامل كيعانوا في عالم كامل، ولكن ما كيوصلوش لهذه الدرجة. وشكرا. السلام عليكم، كنرحب بالاستاذ اللي حضر معكم رقيق زهر من جماعه يغزى. السؤال ديالي كيقول باللي الاغلبيه ديال جماعات اقليم سيدي افني تعاني من التهميش. واش ممكن استاذ طرح لنا الاسباب ديال هذا التهميش، واش كاينه خطه استراتيجيه للنهوض بهذا الاقليم؟ شكرا. شكرا على السؤال ديال الاخت الفاضله. القضيه الحديث عن التهميش، وانا كنقول التهميش بهذا الشكل المطلق انا التقدير ديالي ما كاينش. كاين عمليه تنمويه خدامه، ربما بطيئه فعلا، ربما بطيئه، ولكن انا كنقول لك كاين مجهود سواء من مجالس المنتخبات سواء من جميع الاطراف. الان دابا كاين البرامج، سواء يا اما كدار في اطار المبادره، يا اما برامج كدار في اطار الانشطه او البرامج اللي كدير الجامعات في حد ذاتها بشراكه مع الهيئات والمنظمات الخارجيه ومع الدوله والمؤسسات العموميه، او كذلك البرامج اللي كتكون حكوميه مركزيه عموميه، بحال هذه الاتفاقيات ديال الطرق ولا مجموعه من البرامج اللي كتجي في الجانب الصحي وفي التعليمي الى اخره، وكذلك البرامج اللي جايه في هذاك العقد البرنامج اللي تمت المصادقه عليه من انظار جلاله الملك في الاخير في الداخله، وصدقت عليه الجهه اللي ومنتظر تصدق عليه الجامعات المحليه في الجوانب اللي كيهمها. وبالتالي فانا كنقدر بان هناك نقد نقولوا واحد العمل، برامج تنمويه ولكن بطيئه اكيد فهمتي، وتكون اما نقولوا زعما ما كاين تهميش كلي. انا يسمح لي الاخت الفضيله، انا لا اتفق معك، بل هناك واحد العمل وهناك مجهود. حنا دابا غادي تلاحظي مجموعه من البرامج غادي ننطلق مباشره، يا اما فتح الاظرفه مثلا الان في الطريق اللي هذوك الطرق، بس بالنسبه لهذيك الاتفاقيه ديال الطرق اللي كاين بين الاخصاص وبين ايت وفقه اللي غتفتح الاظرفه ديالها في نهايه شهر 7. كذلك الطريق اللي كاينه بين يفني وطنطا، الطريق الساحليه غتفتح الاظرفه ديالها في نهايه شهر 7، ربما 23 او 26 او ربما تكون تفتحات.
الى اخره. وكذلك في الامور اللي جايه في الطريق متعلقه بالطريق اللي بين إفني وقلميم اللي غيتوسع بتسعود الامطار، وهذه كذلك هذيك دفتر التحملات يعني في الاطوار الاخيره ديالو الى اخره. يعني كاين واحد العمل ها دابا وصل المدينه كتلاحظي كاين كذا وصل ديال إفني، كاين القنطره اللي الشركه مطالبه تبدا اشغال ديالها عما قريب، راه سطرات المسار ديالو. والطريق الإفني اللي غادي تكون فيها دوبل لافوا بين إفني والمرسى الى اخره. يعني كاين عمل، هو تهميش ما كاينش، يعني نقول مقصود ما كاينش، ولا انا لا ما غاش نزايد على حتى حد ولا نسود. كاين عمل كيقوم بالمجالس، كاين هذا اكيد يكون تفاوت بين جماعه وجماعه بحكم طبيعه المستشارين المنتخبين الى اخره. وكذلك بحكم مساطير، كذلك بعض المساطير التدبيريه ديال البرامج اللي كتكون شويه معقده وفيها شويه ديال البيروقراطيه. شكرا. السلام عليكم سي استاذ، تحيه لك وتنشكرك على قبول الدعوه. معك متوكل عبد اللطيف من جامعه الاربعاء عبد الله اقليم سيدي إفني. السؤال ديال الاستاذ كالاتي: ما هي الاسباب وراء اقصاء اقليم سيدي إفني في برنامج تناوي للجهه؟ وشكرا. أعدى يعني مجموعة من البرامج وأحالها إلى الجهة، يعني كانت مركزية للجهة وبالتالي لا دخل الجهة فيها، وبالتالي فهذا الشيء اللي جاء مركزيا ولم تساهم فيه الجهة على الإطلاق. فيما يتعلق بالبرنامج التنموي الجهوي فهذا إن شاء الله خدامين فيه، راه مركز الدراسات اللي شدوا مازال خدام فيه، وراه إن شاء الله الرحمن الرحيم سنعلن عنه وسيصادق على المجلس الجهوي في حينه. وشكرا. السلام عليكم. الأستاذ عمر بومريس، أولا نرحب بك في ملتقى أبناء قبائل إتبع عمران الذي يضم ثلة من الشباب الغيورين على المنطقة. معك رشيد أملاخ من مدينة العيون وهو ابن قبيلة إتبع الله. السؤال ديالي كالتالي: ألا تلاحظون معي أن الحكومة لم تسارع في إصلاح ما أفسدته الفيضانات في المنطقة من طرق وبناية تحتية؟ مرحبا سي رشيد، كنشكرك على هذا السؤال. ونفس السؤال قد تطرح في البرلمان السيد وزير التجهيز، لأن هو القطاع ديالو هو تقريبا المعني بالطرق والقناطير والأضرار التي اللي كانت ناتجة عن الفيضانات ديال 2014. هو أنه واحد العدد ديال الأضرار تم إصلاحها. كيبقى كاين بعض الإصلاحات اللي تمت كانت مؤقتة لأنها تصادفات مع برامج اللي هي خصها الدار. على سبيل المثال القناطر، بحال إلا حطي دابا القنطرة مثلا اللي كاينة بين ميرليف ومحمد عبد الله في ديك الطريق الجهوية 104، وكذلك هذوك القناطير اللي كاينين، هذوك المنشآت اللي كاينين بين إفني وقلميم، تلاحظ بأن داروا لهم شي أشغال مؤقتة. لأن علاش؟ لأن أصلا ما غديروا تما قناطر أو منشآت فنية كبيرة. إذا فاش وقع هو هكذا، هو أنه كاين برنامج أصلا معد سابقا في طرح الخطة الاتفاقية الإقليمية ديال الطرق وتصادفات مع دوك البرامج. إذا ما يمكنش تصاوب أنت دابا تصايبها بواحد الطريقة وتجي غدا عاود ثاني وتخرب داك الشيء اللي درتي وتعاود تبني وفق الاتفاقية ديال الطرق. إذا أنا كنقول بأنه فقط هذاك العمل اللي دار لها مؤقت أولا لفتح الطريق، وبالتالي فالوزير كيقول ما كاينش شي طريق حد الآن مازال مسدودة، كل شيء تفتحوا. كيبقى الطبيعة ديال الإصلاح اللي دار لها هي مرتبطة أصلا ما تم يعني اللي مقرر في الإصلاح الكبير اللي غادي دير لها. هذا اللي كاين. شكرا. عبد الله من إتبع عمران. سؤالي كالتالي: انتزعت العديد من الأراضي البعمرانية في صمت رهيب لحزب العدالة والتنمية، ومع ذلك أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران عاهد بأن لا يوقع أي وثيقة لها صلة بتلك الأراضي، إلا أننا تفاجأنا بتوقيعه على وثائق أصدرت في الجريدة الرسمية وهي تؤكد بنزع الأراضي. أمام كل هذا ظل أبناء البعمرانيين المنخرطين داخل هذا الحزب صامتين. بومريس كعضو في الجهة نموذجا، هذا الصمت ظل كأن شيئا لم يتحرك. وسؤالي أنا كالتالي: بماذا يفسر هذا الصمت؟ وبالتالي فغاية كله هذه السنت متتبع السن غاية. كنعاود نذكر بأن المشكلة تحديد غير مشكل ما التثبيت
اول مره في التاريخ التحديد الغابوي رئيس حكومه يتم اشراك المجتمع المدني. غير انت الموضوع انت غيلا تيقيس الخلط قيس يقيس الجهل قوتن لانه قيس كالامور تسكر يادلي لان خصها تسند القضيه السي عبد الله بانه المندوب السامري اردتني بانه تقنت المغرب او الغابه تم تحفيظها بنسبه 98% الى حدود 2011 2012 قاتل 2%. هذه المرحلة هذه تم فيه يعني الدفاع نكر ناس الوثائق ناس الحجاج ناس الناس يدافعون عن حقهم في أرضهم وفي أملاكهم. وتفاعل رئيس الحكومة في هذا الأمر غير الوقت اللي كان الأمور زويكا نتفاعل فيها وبالتالي ورد لي حتى كان الحاجة اللي نجا ولا الصنبور اللي الصمد السي عبد الله في غير من تقريبا من المرحله غير من تقريبا كان 3 عامين من 2014 تم مراسلات فيها الهيئات المختصه رئيسة المراسلات الى الاخوان ابناء العداله يتفاعلون ويترافعون في الميدان مجموعه من المناطق ورجع غير فين غير يتبع عمران شتوكا تيزنيت ما ديون انا كيال القضيه تاع السي عبد الله ما ديون لجنه تقص الحقيقه وانت سي محمد عصام وانت محمد الشقر تسنت نغوي ويلي كان يعني الناس اللي ترافعوا وجاوا لزن ومن اوقفها تسنت السي عبد الله واخا كنتي ودوه تلاقات مع الاستحقاقات 2014 انتخابات الجزئيه وهوي الا غير اطراف كثيره الله يجزيك بخير خصها تنسى الحقائق خصها لا بد من التوضيح فيها وقد يكون لنا الموعد في هذا الموضوع ان شاء الله مستقبلا للتوضيح بحوله. وشكرا على السؤال. السلام عليكم صباح الخير كما ولا كل ما ديالنا الذي زون بتصمد زماس ندغزا غيتنص سي عمر مرحبا بك. شكرا على قبول دعوتنا لاستضافتك على مجموعة الواتساب. المهم السؤال ديالي هو ما هو الجديد في القضية ديال الأدينات ديال التنقل والأحياء الجامعية ودعم البحوث، يعني الامتيازات اللي كيستافدوا منها الطلبة الصحراويين واش غادي يستافدوا منها الطلبة ديال إقليم سيدي إفني بالخصوص ولا ما كان حتى شي جديد؟ السلام عليكم، شكرا على السؤال. بالنسبة للمأدونيات النقل للطلبة ممكن ما تبعته هو كان عندي واحد اللقاء مع المندوب الجهوي أو المدير الجهوي للتجهيز وطرحنا هذا الموضوع هذا وهما اصلا لقيتو على حسب المدير الجهوي في هذا الحل التجهيز كيقول لك اودي حنا اصلا نعاني في التنظيم ديال هذه العمليه كامل عانوا بزاف قال لك. وبالمناسبه هذا النظام ديال مأدونية الطلبه هي كتنظمها واحد الاتفاقيه ديال فيها 4 ديال القطاعات ولا 3 كاين وزاره الداخليه والتجهيز والماليه والتعليم العالي. هذه دابا الاتفاقيات كتمشي في اطار انه تدعم الطلبه اللي ينتمون الى جهات الجنوب واللي كيهمنا هنا الجهه ديال قلميم السماره سابقا في انه الطلبه يتنقلون من مكان سكنهم الى المدن الجامعيه التي تحتضن يعني الجامعات التي يدرسون فيها. لكن فعلا درنا واحد المراسله لرئيس الحكومه ودرتها عاوتاني ووضعتها بين ايدي المستشارين السيد رئيس الحكومه. هو عادني بانه سيتدارسونها. انا فقط اللي بغيت نقول لك باش تكون معك هذه الامور كتبغي شويه الصراحه وكامل، هو كان واحد الاتجاه سابق انه قال لك خصنا نعيدوا النظر في هذا الامر هذا ويشوفوا شي بديل اخر. بديل لان نقول لك هذا كاين البعض يعتبره من الريع سابقا وهذا وخص كاع يتوحدوا في ابناء المغرب كامل الى اخره. ولكن انا كانت التقدير ديالي هو انه حنا مادام ابناء الاقليم ينتمون الى جهه حيث يستفيدون ابناء اقل اخرى منضويه تحت الجهه لا يعقل ان يتم اقصاؤهم. يتستافدوا تكون سيدي هذه المأدونية بين إفني أكادير مثلا مرة أكش الرباط فاش كاين يعني المواقع فاش كاين الجامعات ديالها. هو يعني وعدني المستشار السيد المستشار رئيس الحكومة شي نقش في هذا الأمر ونحن في انتظار ذلك. وبالنسبة للأحياء الجامعة وهذا أنا لا يعني اللي في علمي هو أنه كاين واحد العمل جبار قام به وزير التعليم العالي والإخوة الطلبة كيعرفوا هذا الشيء هذا سواء يعني في ازدياد يعني زيادة يعني الأسرة والأطعية هذيك يعني الوجبات وكذلك يعني بالنسبة فيما يتعلق يعني إضافة يعني بعض المراكز الجامعية يعني في هذا الاتجاه. وبالنسبة لدعم البحوث كاين حنا عندنا واحد المقترح في الميزانية ديال الجهة
أنه كاين مازال ما حسبنا فيه، ولكن هذا موضوع المناقشة، هو أن الجهة تدعم عبر منح بحوث اللي كدار في إطار بعض القضايا التي تهم الجهة، يعني تشجيعا للبحث الثقافي أو الفني أو التاريخي، يعني الذي يخدم البرامج ديال الجهة يعني في هذا الاتجاه. إذا هذا الموضوع مطروح إن شاء الله النقاش، وقد يكون مطروح مثلا، قد يكون سيكل الدكتوراه ولا سيكل الماستر، هادو بالدرجة الأولى مطروحين، وتكون إن شاء الله ديك الساعة يعني تعلن عنها مستقبلا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. الأستاذ عمر، معك محمد كريم من شرق أيت بعمران، أيت عبد الله. كما نسمي في تلبية الدعوة. ريخ كاختولت في المخطط التنموي إقليم سيدي يفني الحاصل اللي يسكفن الحق صغر الجهة، مثل المخطط التنموي 2015-2017. البرنامج اللي تعرض له قدام من صاحب الملك محمد السادس أماس الصحراء، الانتقادات اللي تكفن المشاريع، خصوصا أنه لازم المشاريع دار الضيافة غير في الدار الزربية مثلا نبوطروش، يعني سادك فين الإضافة النوعية للإقليم، زعما الإقليم كله تيزغات كيستحق مثلا البرنامج التنموي تنمية القاهرة. شكرا سي كريم. يعني الموضوعات غنعاود إلى داغنا بأنه القضية فيما يتعلق القضية عقد البرنامج للتمويل وإنجاز المشاريع أو البرامج التنموية المندمجة لجهة المودنون، هو جلسنا لا دخل الجهة. كيفاش تمت العملية ديال جمع البرامج في القطاعات الحكومية وتحويلها إلى الجهة، مع تحويل كذلك الاعتمادات ديالها ورنسين صراحة نورسين كل ما في الأمر أنه وزارة الداخلية تسمون غير يسمون مجلس الاجتماع الاقتصادي والبيئي، وأعدته في إطار واحد البرنامج سمته عقد برنامج، وسلمته لرؤساء الجهات ليتلوه أمام منظر جلالة الملك، ويتم التوقيع أمام جلالة الملك بين الرؤساء ديال الجهات الثلاثة والوزراء المعنيين في القطاعات ديالهم. نكني بالنسبة لإقليم يفني إلا قيس النقص، ولكن إلا المشكل ذاك الناكي مجموعة من البرامج مهمة جدا تلامس الإقليم، مهمة على المستوى المائي، على مستوى الطرق، على سبيل المثال لم تدرج في اتفاقية، لأن غير اتفاقية ما استفاد كان البرامج جرينت تسكانت كيس كانت اتفاقيات بدانت كيس كانت اتفاقيات غيتبدا ابتداء من 2017، وكانت الطريقة اللي سرس وزارة الداخلية البرنامج ما نفهمش، ولكن كاين كله راه غيهمني ماذا غيهمني أراه لي واش كان البرامج واش كانت الفلوس، حنا الفلوس ولكن وين الجهة، وين الدولة، يعني وين المركز، تم تحويلها، يعني تم تحويل البرنامج وتحويل معها الاعتماد المالي. قريب يفني نكني النتغ المرافعة مثل الدور المجلس الجهوي، وقلناها من قبله وقلناها من بعده أنه النقص اللي حسينا به نحن في هذه البرامج سيتم يعني تجاوزها في إطار البرنامج التنموي الجهوي. تستلم كوني القانون التنظيمي المنظم 111/14 الذي ينظم العمل الجهات، قيس بأنه المجلس الجهوي يضع برنامجا تنمويا للجهة في سنته الأولى، والذي يمتد لمدة 6 سنوات، ويتم تحيينه بعد مرور السنة الثالثة، كما هو برنامج العمل الذي يسمى في الجامعات الترابية الأخرى. لكن غير البرنامج نخدم قيس وتعمل عليه الجهة بالتعاون مع الولاية ومع مع القطاعات المعنية في إطار واحد مكتب الدراسات اللي تكلف نفس الموضوع. لكن غير هذه مجموعة من البرامج في إفني هي انطلقت ومهمة جدا على مستوى السدود، على مستوى مجموعة السدود التلية، مجموعة من الطرق، مجموعة من البرامج. بالنسبة للبرنامج عقد برنامج المناسبات والرئيسي اللي غير المركز الثقافي غنى البرنامج نمير لفت الدار الضيافة نمير لفت لا ليس برامج مهمة جدا. قيس البرنامج لبناء المستشفى الإقليمي 165 مليون درهم، أكبر مستشفى إقليمي تقريبا وبالمواصفات المعايير الحديثة.
غلاد آخر حاجة تذكر، وهو اللي قال لتسكن العمالة، وخبرنا به السيد المندوب الإقليمي الصحة حول الإجراءات الأخيرة لتحديد، يعني ماشي لتحديد ولكن لتهيئ الأرض البقعة الأرضية سنتيفيني كيسال المشكل مقورن العقار. وبالتالي الأمور هذه زوجازند غير اللي كان مهم غينا كيف فعلا كيحسيغ بأنه لانت كأطراف لعبت على القضية ديال الخلط، وفي دار حسابات على كل حال الانتخابويه اللي جايه في الطريق الى اخره. غير نكونوا راه يهمني هو المعلومات لكم المواطنين الساكنات روى المنطقه نغلا ادوا الدسن المعلومه فيما يجري. انت الاقليم استاذي العزيز السي عبد الله السي كريم الا غير التحول كاع مهم. نعطيك مثال بسيط، كنعاود نرجع للاتفاقيه ديال الطرق لان تعتبر من اهم اتفاقيات اللي دات في التاريخ ديال الاقليم، وهذه ماشي بشهادتنا حنا، حتى بشهاده حتى الاحزاب المعارضه وجميع الهيئات المنتخبه والهيئات السياسيه، لانه وزير التجهيز يعني يستثني اقليم افني على الطور الوطني وكيعطي 20% من التمويل، بمعنى الوزاره تكلف 80% من التمويل العالم القروي. كل البرامج اللي دار خارج مدينه يفني ومدينه الخصاص سيتم تمويلها ب 80%، و20% من وزاره الداخليه الجماعه الترابيه، يعني مديريه الجماعه الترابيه وكذلك المجلس الاقليمي. الا العمل تسكار، ولكن فعلا انا غتلاحظوا اجاباتي، ولكن لا البطء هذه يتي عده اسباب. تتوي للروتين البيروقراطي داخل الاداره المركزيه، تتوي كذلك طبيعه الصفقات المقاول والتباطل التيلين وبعض الاكراهات اللي كيحسوا بها المقاولين والاداره. وبالتالي كاين على كل حال المهم ديالي هو انه اتفاقيه تم توقيعها، برامج نزلات وتم فتح الاضرفه العداد كيسنوا، وبالتالي فالخير ان شاء الله كاين يعني يبشر بخير. مع طبيعه الحال الا بدا انت الحاجيات اللي نتبدا الاكراهات اللي نتبدا، وهذا هو سنه التدافع. غير كلمه ماده غير كان مهم هو طبيعه المنتخبين وقوتهم وحرصهم والترفع ديالهم دفاع عن مصالح الاقليم. وشكرا. السلام عليكم أستاذ، مرحبا بك بيناتنا. أنا مريم أدهمون من مدينة العيون بعمرانية الأصل. سؤالي كالتالي: في ظل الانتخابات القادمة إن شاء الله، هل هناك مقترحات أو مشاريع للنهوض بأيت بعمران ومساعدة الشباب المعطل على العمل؟ وشكرا. تكون عندنا إن شاء الله واحد الدور انه هذه المقاولات اللي غادي تجي توظف لنا الشباب ديال المنطقه وتخدموا في هذه المشاريع. شكرا. السلام عليكم استاذ عمر، مرحبا بك ملتقى ابناء قبيله بعمران. انا رشيد امنان. فيما يخص السؤال اللي نطرحه عليكم هو: هل ما تعرفه أيت بعمران اليوم من تجاذبات سياسيه تصب في مصلحه أيت بعمران، أو أن الأمر لا يعد أن يكون يعني حمى زائلة زائفة؟ ما تعليقكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سي رشيد، وهاد التجاذبات أو هاد النقاشات اللي تقع في المنتديات على صفحات التواصل الاجتماعي، وده أنا بالنسبة بالتقدير ديالي مهم وصحي، وكيعطي الفرصة للآخر اللي هو المواطن العادي يتابع النقاش. غير هذا النقاش هو مفروض أن يكون نقاش عالي، نقاش فيه الاحترام، نقاش فيه النقد البناء، وفيه يعني توضيح ما يجب توضيحه. لأنه نحن الآن لا يعقل أنت كتشوف شو أمور بالنسبة لك أنت ماشي مزيانة، بالنسبة لك فيها في شو أمور التي لا تليق بالعمل السياسي ولا الممارسة السياسية ولا ممارسة الفعل تدبير الشأن العام، وأنت كتدلي برأيك في ذلك وهو يرد عليك وهو يرد كذلك. ومفروض أن أنت النقد ديالك ما يكون فيه يعني سب ولا شتم ولا اتهام ولا هذا. الآخر نفس الشيء خصو يجاوبك وهو كذلك يترفع عن هذه الأمور. نقاش عادي جدا. أبناء أيت بعمران كلنا ننتمي لهذه الأرض الطيبة المباركة، ولكن في نفس الوقت عندنا اختلافات في التصورات وفي طبيعة العمل والشكل كيفاش كنظروا الأمور، وخصنا توضح المسائل. وإنما جعلت هذه الفضاءات للنقاش، وبالتالي هل يكون فيها نقاش، وماشي بالضرورة خصنا نجتمعوا على واحد الكلمة ونتفقوا على كل شيء، لا.
وبالتالي ففي التقدير ديالي كنشوف شي مسائل غير مقبولة ونذكر بها وننبه لها الناس وفق الرأي ديالي، وقد يكون صوابا قد يكون خاطئا، يعني نفس الشيء الآخر يرد عليه هكذا. ولكن أن نسكت لأن حيت غوني جاي يتبع عمراني غد كذا ولا لا، نناقش وننتقد في إطار عالي من النقاش. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذي معك محمد بوغرين من دوار ركونت أيتي خلف. نشكرك أولا على قبول دعوة ملتقى أبناء وبنات قبائل أيت بعمران. سؤالي يا أستاذ يتمحور بالأساس على رأيك في البادرة المتمثلة في هذا الملتقى، وهل هناك من إضافات وتوجيهات للإضافة قصد إنجاح هذه البادرة أكثر فأكثر؟ وشكرا. سي محمد، بالمناسبة السؤال كنت نتشكر بهرا في المبادرة ديال تأسيس واحد يعني هذه المجموعة ديال الواتساب لأبناء وبنات قبائل أيت بعمران. فكرة محلها زعما، وأنا سررت بها ومعجب بزاف بها. وهذا المثال يعني المؤشر على النجاح ديالها هو الحمد لله أنه مجموعة من الشباب كراغ العيون تبارك الله، كرا مثلا البوادي يتبع عمران، كراغي تبارك الله، يعني يتداخلون يتفاعلون ويتساءلون ويناقشون في أمور تهم منطقتهم. هذا مهم جدا صراحة، واللي كان مورا هذه الفكرة هذه زعما كنشكرو بزاف على هذا الإبداع هذا. وملي كتضاف لي صفحة أخرى ديال الفيسبوك هذا كذلك مهم جدا، وفيه كذلك لأنه كوني غير درت كرمية الدوري مهم من جهة أولا كتعرفوا على الجديد، على التنموي، البرامج، المنطقة. في نفس الوقت انتم تمارسون من حيث لا تدرون واحد النوع ديال الرقابة على الأداء المجالس المنتخبة والمنتخبين والمسؤولين. غير يكون ديال يجي الهم الملف اللي غير لا غرس اللي غير لا المسؤول فاش كاين، لأنه هناك شباب يعني سيسائله، هناك يعني أبناء المنطقة سيطرحون عليه مجموعة من التساؤلات، وغادي يستفسروا وغادي يسولوا وغادي يحاسبوه. وبالتالي فهذا أمر مهم جدا تقومون به، فهذا مشكور بزاف ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. بالنسبة لي أنا كنفضل هذا الشكل هذا، لأن دابا هي الوسائل أكثر يعني نجاعة وأكثر يعني أداء للمهمة. يقات الواتساب يقات الفيسبوك، إما يدار واحد الموقع مثلا إلكتروني، ولا يدار مثلا شي إذاعة محلية. أنا ما كرهش إذاعة محلية تعنى بكل ما يهم يعني يتبع عمران، تكون عبر الانترنت. أنك الإخوة يفكروا فيها إن شاء الله ستكون أفيد، وهناك مجموعة من التجارب أعطت الثمار ديالها، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ومزيد من التألق. وشكرا. شكرا سي عمر، شكرا على قبول الدعوة. تحية لجميع الأعضاء ملتقى أبناء قبائل يتبع عمران. سي عمر، كلمة أخيرة في حق ملتقى أبناء قبائل يتبع عمران وفي حق هذه البادرة الطيبة، وكلمة أخيرة يمكن لك تلخص بها هذا اللقاء. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا كنعاود نشكر الإخوة جزيل الشكر والتقدير والاحترام الكبيرين للإخوة اللي سهروا على هذه البادرة. أنا كنت نشكر بهرا لأنه هو الخير داري تعبر في الهم توسي مدينة مازيرت، داري تعبر في الهم التكرم يتصل تواصل بين أبناء المنطقة المبتوتين هنا وهناك. هاتي كره الصحراء، هاتي كره الشمال، هاتي كره غير الخير هذه فركي بهرا بكل صدق. يعني الرغبة ديال أبناء المنطقة للتعرف على الجديد، للتعرف على الواقع مهم جدا، وهاد الحرقة خصها تستمر والاهتمام يستمر. لكني كمنتخبين لقتين تحسوا بأن لن كيسولونا وكيتابعونا ويتتبعون أعمالنا. هذا مهم جدا لأنه فيه دفع باش نزيدوا مزيد من العطاء، مزيد من الانخراط، ومزيد من حمل الهم المنطقة. إذا فأنا كنشوف بأنه هاد الساعة اللي دوزنا الحمد لله دابا، أنا بالنسبة لي استفدت بكل صدق، استفدت بأن هناك تساؤلات أكيد أنا محتاج نعاود نخدم عليها، أكيد مواضيع نعاود خصنا نبحث فيها
ونساهم مع الإخوان آخرين منتخبين آخرين في هيئات أخرى هنا وهناك، على مستوى الجماعة الترابية، على مستوى المجلس الإقليمي، على مستوى البرلمانيين، باش نخدموا أكثر باش لإخراجها ولتمحيصها ولتجويدها. وبالتالي فأنا كنشكركم بزاف في المقارنة اللي جرين. نتشكر الإخوان المشرفين على الأسفة، نتشكر الإخوان اللي طرحوا الأسئلة، وكنشكر جميع المنخرطين ديال هاد المجموعة هذه ديال الواتساب. وجزاكم الله خيرا وشكرا مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الأستاذ عمر بومريس، شكرا على قبول الدعوة أولا، وشكرا على الإجابة على جميع الأسئلة بدون استثناء. شكرا لجميع المتفاعلين، جميع أعضاء ملتقى أبناء قبائل إطباع عمران أينما كانوا في داخل الوطن أو خارجه. سي عمر نشكرك مرة أخرى ونقول لك بالتوفيق إن شاء الله، مسيرة موفقة في الحياة السياسية والحياة المهنية. إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.